انتوا شو عم تعملوا هون؟ ميماتي، في حدا برا. خذوا حذركن وخليكن مثل ما انتوا لبين ما ارجع. ميماتي، ما كان بدي اياك تعرف بهالطريقة. وانا ما كنت بدي اتعامل معاملة الخاين معلم. لا يا ميماتي، مو هيك القصة. بس لو ما عملت اللي عملته ما كان في حدا منا رح يطلع عايش من المشفى. هلا انا اذا عرفت بيقولوا عبد الحي عايش وهي لعبة ما. لما ما خبرتكم طلعت القصة مقنعة أكتر. عابد بيعرف معلم، والدكتورة بتعرف. مين غيرهم؟ تركي بيعرف. بس هدول ما حدا بيطلع بوشهم، ما حدا بيطلع على ردة فعلهم يا ميماتي. كنت قلي أنا بعطيك ردة فعل مناسبة. كنت بتقوص إيدك لو عرفان. عند اللزوم بقوص حتى راسي. امتى أنا هربت من الموت؟ ميماتي، ماشي معك حق تعصب، بس بهي الخطة يلي عملتها بدنا نكمشهم واحد ورا الثاني. عملت خطة لكل شي ما هيك معلم؟ ايه عملت. ومعناتها انت عملت خطة الي وقت بدي اعرف عبد الحي عايش. ميماتي، تصرفك صاير عاطفي. شو متوقع مني اتصرف؟ قوصت اقرب صديق الي ودفنته بايدي، ولانك بحاجة لردة فعل صار لي كم يوم عم اتألم معلم. شلون بتصرف؟ مو الأهم إنه عبد الحي يضل عايش؟ عم تحكي عن ألم 3 أيام، شلون لو عشت عمرك كله مع هالألم؟ عم تحكي مزبوط، أحسن لي عيش طول عمري أهبل. ميماتي، أعدائنا صاروا هون بالغابة. ليش أنا عايش ما جواتي شي كتير؟ خليهم يذبحوني معلم، بدل ما أتصرف على أساس إنه عبد الحي مات. خلي ميماتي يموت. ميماتي، أنت شو عم تعمل؟ لازم نلاقي لهم حل لهدول. أنت بتدبرها معلم. وشو يعني هالحكي بقى؟ معناتها أنا ما عاد موجود.